السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد. طبعا اتاخرت عليكم يا بنات، بس بجد اعذروني علشان الفتره دي الدنيا ملخبطه في بعضها شويه كتيره، يعني مش شويه صغننين حتى، فمش مشكله. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا انزله. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. اول حاجه عملتها طبعا صليت، وطبعا عملت السكين كير روتين والدنيا دي كلها اللي بتتعمل الصبح دي. ما كنتش قادره اصور بصراحه، بصور لكم وانا ما عنديش طاقه. شفتوا؟ استاهل بجد يتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه اللي مش هيعمل. صح ولا مش صح؟ اكيد صح، يعني مش مفيش كلام فيها. المهم بعد كده بقى دخلت احفظ شويه قران كده، وبعد كده بقى قمت علشان اعمل فطار الفطار المعتاد. يعني بقيت الفتره دي بصراحه بجيبه كتير، مش كتير قوي يعني، بس بقيت اجيبه. يعني كنت اقطع بقى لي فتره، بس بقيت الفتره دي اجيبه. بجد معدتي بدات تتعبني تاني، وانا اصلا انا بكلمكم دلوقتي انا حرفيا قاعده معدتي والله بتتقطع بجد، لان اليومين اللي فاتوا دول كنت بدات اكل برضو تاني اللي هي الحاجات الشيبسي والاندومي والحاجات دي. فمعدتي حرفيا رجعت زي ما كانت. وبقيت كل ما اشرب ميه، والله كل ما اشرب ميه معدتي تفضل توجعني، ما بقاش قادره اخد نفسي خالص. باذن الله هحاول اسيطر على نفسي، باذن الله باذن الله الفتره الجايه هحاول اسيطر على نفسي، وخصوصا عشان احنا في الدروس، والتعب اللي كان بيحصل ده مش هينفع يحصل الفترة دي خالص. قلت بقى دلوقتي اعمل ايه؟ عايزه اعمل شويه كريم كراميل كده. بصوا يا جماعه، انا كل فتره بصراحه يعني كل فتره بعمل شويه لنفسي، لاني هما في البيت مش بيعملوه، فانا بقيت اعمل لنفسي طبق بطبق. فبعمل طبق ليا وباكله انا. بصراحه يا جماعه بتاع الشركه دي حلوه قوي. مش فاكره اسمها كان ايه. هبقى اوريكم شكلها، بس هي بجد هي مصريه مش مقاطعه، وبجد طعمها حلو قوي، والفانيليا بتاعتها حلوه جدا، عامه الحاجه بتاعتها حلوه قوي بجد. يعني انا عجباني قوي، داخله دماغي بسبب انها مش مقاطعه وطعمها حلو الاتنين. فبجد تحفه تحفه تحفه. المهم بقى احطه دلوقتي في التلاجة، وطبعا مش هاخد كتير لان انا كنت متقلاه ماشي، وعارفه انه مش هاخد كتير، وفعلا هذا حصل وما قعدش فعلا كتير. بصوا اهي العلبه اهي، يا رب بس تبان لكم. مش عارفه بنت ولا لا، مش مهم، ابقى اوريها لكم انا باذن الله يعني بعدين. دلوقتي بقى طبعا كنت بفتح المنصه بتاعت مستر خالد صقر، وطلع الحساب بتاعي مش راضي يفتح خالص اللي كان عليها. وكلمتهم وقالوا لي انه يعني انه الحساب اتحذف وكده، والحسابات القديمه كلها عامه اتحذفت. وعملت حساب تاني الحساب برضو مرضيش يفتح بعدها لما جيت افتحه. فقلت بقى هكلم الدعم الفني وكده. فدخلت الاول بعت لهم على فيسبوك لاني ما كنتش عارفه اعمل ايه، وبعد كده بقى دخلت كلمت الدعم الفني. بصوا انا كلمت خلاص فريق الدعم الفني، والحمد لله حلوا لي المشكله بتاعه المنصه، وعملت الحساب تاني والدنيا بقت تمام. مستنيه بس انه يتقبل. تمام. دلوقتي بقى المدرسين يعتبر كلهم نزلوا المحاضرات التأسيسية، او هينزلوا المحاضرات التأسيسية، نزلوا يعني التفاصيل وكده. فانا هقعد اكتبهم دلوقتي. طبعا اتأخرت في المحاضرة بتاعت مستر خالد جدا انا عارفة، وفي المحاضرة برضو في الاحياء برضو لسه ما خدتش احياء لحد دلوقتي. بس انا بصراحة يعني ما كنتش حابة ان انا اتقل على نفسي، انا حاسة ان انا عايزة ابدأ دلوقتي، لكن ما كنتش بصراحة قادرة ان انا ابدأ في 7. فانا كده تمام، انا حاسة نفسي تمام. طلعت التاب بتاع المدرسه. انا عايزه اقول لكم التاب ده انا ما بستخدموش في اي حاجه خالص والله، ولا استخدمته في اي حاجه خالص. يعني انا باقي صحابي كانوا بيتفرجوا عليه بيفتحوه مش عارفه ايه كده. في اول اولى ثانوي، بس اول اولى ثانوي اول ما جه كنت بدات استخدمه، بس برضو عينته تاني وعلى طول يعني ما استخدمتوش. يعني يعتبر انا عملتش فيه ربع اللي دفعتي كلها عملته في التابلت حرفيا. انا بعينه ما بطلعوش غير في الامتحانات. فانا مش عارفه بقى، مش عارفه اصلا افتح فيه ايه ولا اعمل فيه ايه. فانا مش عارفه، شكلي برضو هعينه. انا اللي خلاني اطلعه امبارح كنت عايزه انقل محاضرات عليه، وطبعا انا مش عارفه بيتنقل ازاي، لاني بصراحه ما جربتش اعمل فيه اي حاجه قبل كده، ومش عارفه هل ينفع اصلا ولا لا. هو اكيد ينفع لان انا شفت صحابي كتير قوي كانوا بينقلوا عليه حاجات كتير وكده. فبس انا مش عارفه بصراحه، يعني بامانه مش عارفه. ومش عارفه استنفع منه ازاي. لو انتوا تعرفوا او عندكم اي فكره استنفع بيها من البتاع ده، او اعمل فيه اي حاجه، اعرف افتح فيه اي حاجه، يا ريت تقولوا لي يعني. فهعمل ايه بقى دلوقتي؟ طلعته شحنته لانه كان فصل خالص. وطبعا قعد كتير قوي على اصلا ما ظهر الشحن وبدا يشحن 1% لانه كان فاصل بقاله كتير قوي. انا خلصت امتحانات وعينته، يعني يعتبر كده بقاله شهرين فاصل ومركون. فطلعته شحنته بقى. لو عندكم اي حاجه قولوا لي عليها. هقعد بقى دلوقتي هفتح التابلت ده علشان اشوف المحاضرات التأسيسية امتى، واكتب تاريخ كل واحدة في النوت بوك دي علشان انساها. نسيتها قصدي يعني عشان افتكرها، فقلت لكم انساها. سوري يا جماعة مش مركزة.
طيب يا جماعة، كتبت بقى البتاع امتى، الكورسات التأسيسية امتى يعني وكده. ثواني واحدة بس اهو. طبعا الأحياء هي اللي لسه ما هي طبعا خلصت، ومش عارفة بصراحة هيبدأ امتى. الجوهري مش عارفة هيبدأ امتى. فأنا هخلص دول بس الأول، أهم حاجة هخلص الكيمياء. بعد ما أخلص الكيمياء على طول هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، هبدأ في اسمه ايه، هبدأ في الأحياء. ماشي. على ما امشي شويه في الاحياء، العربي هينزل واخد العربي، يعني كله هيجي ورا بعضه يعني كده، هتمشي ان شاء الله باذن الله، ربنا يحلها يعني، ربنا يحلها. هعمل ايه دلوقتي تاني بقى، علشان خلاص بكره السبت. ف بكره السبت هبدا دروس خلاص. فانا عايزه دلوقتي اقعد اكتب مواعيد الدروس، اكتبها تحت برضو هنا كده، علشان انا مش عارفه برضو لسه مواعيد الدروس، هم صحابي بعتنها لي وكده، فهكتب المواعيد عشان افضل فاكراها. طيب يا جماعه، سيبنا من الكيمياء شويه عشان احنا دلوقتي بنعمل باستا. سيبنا من الكيمياء. ماشي. عملنا هنا صلصه، دي صلصه فريش طماطم. وسلقنا المكرونه، بنسلق المكرونه وبنعمل الباقي، مكرونه او باستا بقى حسب ما تحب. انا بقى مش بحبها بالصلصه، فانا هعمل شوربه، اللي هو بعمل شوربه كده، بعمل بحط فيها بابريكا ومرقه دجاج وتوابل وحاجات. ده مفيش فلفل اسود. في فلفل اسود. ايه؟ ماما حطيته على الطماطم ولا ايه؟ ما هو مفيش تاني، ده لسه عايز يتطحن. يا نهار ابيض، لسه اطحن. فلفل اسود ده اهم حاجه عندي اصلا. اشتغل شويه. انا مش فاضيه، مش فاضيه. انا ثانويه عامه. ما بداتيش لسه. لا بدات. هبدا بكره. المهم بقى يا جماعه، احنا اتغدينا وظبطنا حالنا وكده يعني. فدلوقتي انا كتبت مواعيد الدروس بتاعتي كمان. بس مش هعرف بقى ان انا اصور معاكم وانا باخد المحاضره. ليه بقى يا جماعه؟ علشان انا لسه مرتبتش المكان اللي بذاكر فيه، مرتبتش اي حاجه خالص. انا عايزه اقول لكم ان الدنيا لسه مبهدله جدا. ما عملتش اي حاجه خالص. ف مضطره لسه الاوضه هتتروق ولسه هظبط حاجات. وطبعا لو تاخدوا بالكم ان انا لسه ما روحتش جبت الحاجات بتاعه الدراسه اصلا، ما جبتش اي حاجه لسه خالص. تمام. انا مستنيه هنزل مكان هجيب منه حاجتي كلها باذن الله باذن الله باذن الله، مره واحده باذن الله يعني، ان شاء الله باذن الله. وباذن الله يعني لما هجيب الحاجه بقى هصور لكم. انا كده كده عندي كشاكيل، فاحنا لسه كده كده ما دخلناش قوي في الجد يعني. فعادي هبدا كده كده معايا كشاكيل هنا، وهروح بيها الدروس وهمشي الدنيا على ما اروح اجيب الحاجه بتاعتي واظبط الاوضه، وعشان بقى نبدا للفلوجز بتاعتنا. نجهز قصدي للفلوجز بتاعتنا بتاعت ثانويه عامه. نرجع للحاجات اللي كنا بنعملها السنه اللي فاتت باذن الله. تمام. فانا دلوقتي بقى هقعد اخد المحاضره. طبعا مفيش مكان اصلا ان انا احط التليفون فيه واصور لكم ومش عارفه ايه والجو ده كله اللي كنا بنعمله ده. فهقعد اخدها دلوقتي لوحدي. تمام. ادعوا لي يا جماعه اخلصها على خير باذن الله، وادعوا لي ان انا انزل اجيب الحاجه بتاعتي على خير، ومحتاجه اشتري شويه حاجات باذن الله. برضو هاخدكم معايا كل ده تصوير فلوجات باذن الله باذن الله باذن الله. تمام. ادعوا لي بس يا جماعه والنبي، ادعوا لي، افتكروني في دعائكم دايما. اتمنى بجد انكم تفتكروني في دعائكم. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله باذن الله. انتظروا الفيديوز اللي كنا بنعملها الاول، بس لما ارتب المكتب واجيب المشتريات بتاعتي وكده. برضو زي ما قلت لكم هاخدكم معايا في كل ده باذن الله. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. باي باي.